بسبوسة كيك بالبرتقال، مذاق لا يقاوم، كتجي معلقة بمكونات موجودة في كل بيت، مع مكون كيجيبها بصراحة معلقة بنينة، وإلا جربتوها إن شاء الله غادي تصبح معتمدة عندكم. كيف ما كتشوفوا كتجي شاربة، يعني إسفنجية بصراحة. نتمنى الفيديو يعجبكم. بسم الله على بركة الله. ندوز المكونات. عندي هنا قشور ديال نصف برتقالة، وهنا عندي نصف كاس ديال السكر سنيدة. اللي كيبغي الحلاوة زايدة ممكن ديرو كاس الا الربع. وهنا كنخدمها مزيان ما بين السكر وسنيدة. وغادي نضيف ساشية ديال الفاني، ممكن ديرو زهرة البرتقال حتى هي كتجي المذاق ديال بما ان حنا دايرين البرتقال. وهنا كنحاول نمزج هاد العناصر مزيان باش كطلع لينا نكهة اكثر، وكيجي واحد اللوك وواحد المذاق ولا اروع البنات. ان شاء الله الا جربتوها غادي تصبح معتمدة عندكم. هنا كنحاول نخدم واحد دقيقة باش كنطلع ديك النكهة اكثر. وهنا كندوز نضيف 3 البيضات حجم متوسط، ممكن ديروا غير 2 بيضات الا كانوا كبار. وكنخدمها مزيان حتى تيتقل عندي الخليط. وهنا غادي ندير واحد القبصه ديال الملح لتصحيح الذوق، وكنخدم مزيان حتى تيبان لي داك الخليط ولا خاطر. ممكن تستعملوا بالطرب الكهربائي، انا كنفضل بصراحه نخدم بيدي. وهنا كنضيف نص كاس ديال الزيت. وهنا كيف ما كتشوفوا اي مكون نخويه الا وكنخدمه واحد شويه باش كتجينا النتيجه زوينه. وهنا غادي نضيف واحد نصف كاس ديال عصير البرتقال. كنخدمو مزيان باش كينسجموا العناصر. وهنا كنضيف واحد الكاس ديال الحليب حراره المطبخ، يعني المكونات كاملين يكونوا واخدين حراره المطبخ باش كنحصلوا على نتيجه زوينه. وهنا كنضيف واحد الكاس ونص ديال السميده رقيقه، كاس ونصف. انا البنات راه كنعطيكم بالنسبه للبنات المبتدئات ما تبارك الله راه كلشي كيعرف يقاد البسبوسه. يعني هنا كيف ما كتشوفوا عندي عطيتكم المقادير مضبوطه، يعني كنخدم بكاس العنبه وتبعوا المقادير. وهنا مع المكون اللي كيجيبها معلقه بصراحه هو الكوك. هنا يستحسن ديروا الكوك رقيق، وإلا ما كانش طحنوه واحد شويه بما يعادل تقريبا 2 معالق كبار ديال الكوك. كيعطيها واحد اللوغو واحد التعليكه ما نقولش لكم البنات، وانتم عارفين الكوك والمذاق ديال الكوك مع البرتقال. وهنا هذا هو المكون اللي كنسميوها بسبوسه كيك. هنا غادي نضيف واحد الكاس الا الربع ديال الطحين. هذا الحجم ديال العنبه، كاس الا الربع ديال الطحين هنا باش كنسميوها بسبوسه كيك. وهنا كنستعمل 2 خمارات من فئه 8 غرام، ما يعادل 16 غرام. وهنا كنخدمو مزيان، كنحاول ندخل دوك المكونات كاملين.
هنا البنات واخا تبقى لكم نتوما عارفين بان السميده كتولي تشرب من بعد، خدموها وخليوها واحد 2 دقائق وعاد ديك الساعه كتشوفوا القوام. بالنسبه لي انا هذا العبار مضبوط، يعني غادي نخليها واحد 2 دقائق وديك الساعه نحكموا على القوام، يعني الحاجه اللي كتكون داخلها السميده كتكون تشرب. دائما خليوها مطلوقه وخليو واحد 2 دقائق وعاد ديك الساعه شوفوا القوام كي داير. كيف ما كتشوفوا هنا راه باقي جاري شويه، مي انا غادي نغطيها 2 دقائق ومن بعد نرجع ليها. وهنا كيف ما تشوفوا دازت هنا واحد 2 دقائق قبل ما طرفت هكا البوطاجي. كيف ما كتشوفوا ها القوام ديالها ما جاريه ما خاتره، تقريبا جرى كاع من ديال الكيك، ولكن باش تجي حصلوا على نتيجه تكون اسفنجيه وتكون مهويه، يعني خليو السميده تكون مطلوقه شويه، يعني صافي الطياب ثاني كتولي عاود تشرب. وهنا المول دهنته بالزبده ورشيته بالسميده. هنا عندي القطر ديالو 28 سنتيم. انا ما كنبغيش البسبوسات كاملين، ما كنبغيهمش صراحه يجيو طالعين. ممكن بغيتوها طالعه ديروا المول ديال 22 24 26 كاع. انا هنا عندي فيه 28. بالنسبه للبسبوسه كنبغيها تكون يعني كتجي مواسي مواسي، ما تكونش عاليه بزاف وما تكونش. وهنا كيف ما كتشوفوا القوام ديالها، هنا راه سخنت الفران ديال الغاز، راه سخنته، راه سخن تقريبا، وصافي من قليل نمشي نطيبها. وهنا غادي ندوز باش نسقى هاد السيرو، باش كتكون حاجه سخونه وحاجه بارده. هنا نصف كاس ديال الماء، وهنا نص كاس ديال عصير الليمون، وهنا نص كاس ديال السكر سنيده، تقريبا ما بين نص كاس حتى الكاس لاروب ديال السكر سنيده. وهنا كنخلطها مزيان، تندوبو شويه السكر باش ما تحرقش لينا فوق البوطه. وهنا كنضيف واحد القشره ديال نصف ليمونه، يعني ديك الليمونه اللي حكيت درت النصف ديالها في الخليط والنصف هنا في السيرو. وصافي هنا غادي نديرها فوق البوطه طلع 10 ديال الدقائق نحسبهم ليها ونطفي. وهنا كيف ما كتشوفوا البسبوسه ديالنا راه كتجي ما شاء الله. هنا مازال سخونه وهنا السيرو بارد، والعكس الا بغيتي ديروا بسبوسه بارده والسيرو سخون، المهم واحد فيهم بارد وواحد فيهم سخون. كيف ما كتشوفوا هنا السيرو كونسونطري تبارك الله جا زوين. وهذا هو الشكل النهائي، يعني التزيين كيبقى اختياري. هنا درت واحد شويه فيرميسيل غير باش نكسر داك اللون الابيض، هو اللي كان عندي في الدار وقديت باللي كان. الاهم هو النتيجه ديالها كتجي غزاله البنات. هنا غادي نقطع لكم واحد المورصو تشوفوا، واخا راه باقا سخونه، وهي قد ما جلست وتشربت قد ما كتكون احسن. وهذه هي النتيجه كيف ما كتشوفوا البنات. ما شاء الله راه كتجي غزاله غزاله، وكيما قلت لكم قد ما جلسات قد ما كتشرب قد ما كتجي غزاله. كيف ما كتشوفوا كتجي معلكه البنات بداك الكوك اللي كنضيفوا لها. وهنا كيف ما كتشوفوا راه كتجي هشيشه، وعاد راه مازال سخونه هنا. غير بغيت باش نجمع الفيديو. كيف ما كتشوفوا كتجي محمره ما شاء الله. وشكرا على المتابعه، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. مع السلامه، في امان الله.